5 حاجات علشان توفق لليلة القدر. لأي حد عايز يدرك ليلة القدر اسمع الفيديو بقلبك وانقل الفيديو ده لإخوانك علشان تشارك في الخير. خد بالك ليلة القدر يا حبيبي مش شرط ان انت تكون سهران. يعني ايه؟ يعني انت مش هتعمل ناصح على ربنا سبحانه وتعالى وبس خلاص انا مش محتاج حاجة ال10 ايام انا اسهرهم. حاسب، انت ممكن تسهر وممكن تبقى ليلة القدر وربنا يصرفك عنها. علشان كده جعلت عنوان الفيديو وخليت عنوان الفيديو ايه؟ 5 حاجات علشان توفق. لان لو ربنا ما وفقكش ان انت تدركها بقلبك قبل ان تدركها بجسدك يبقى مش هتوفق ليها. لو ربنا ما اطلقش لسانك بالدعاء فيها يبقى مش هتوفق فيها. لو ربنا سبحانه وتعالى ما نظرش اليك نظرة رضا يبقى انت مش هتوفق ليها. علشان كده ال5 حاجات دول مطلوبين من اي حد عايز يوفق لليلة القدر. اول حاجة لازم تعزم على التوبة من كل ذنب، سواء كان الذنب ده داخلي او خارجي، حسد، كبر، رياء، ضغينة، غل، كل الامور دي ما تخلكش توفق لليلة القدر. ده تعمل ران على القلب فيمنعك الله من التوفيق لادراكها. خد عندك تاني حاجة لازم تتوب من المظالم، لان التوبة مش بس ان انت تتوب من الذنوب والمعاصي المتعلقة بالله، لا ده حقوق العبد اشد من حقوق ربنا سبحانه وتعالى. فلو انت قاطع رحم الحق واوصل، ولو انت واخد من حد حاجة غصب او عنوة الحق استسمحه او حاول ترجعها. ثالث حاجة اعتمد نية الخير في قلبك، وده يكون من خلال الذكر والاستغفار والانصراف عن اي عمل يضيع ثوابك. خلي بالك البرامج والمسلسلات وكل شيء هيتعاد بعد رمضان، لكن الايام دي مش هتتعاد تاني وقد لا تدركها وانت على قيد الحياة، بل قد لا تأتي هذه الايام الا وانت تتحسر في القبر على ما فات من عمرك، نسأل الله السلامة. وخد معايا رابع حاجة ان انت تعمل في الايام دي عمل مختلف. يعني ايه عمل مختلف؟ يعني حاول تتقرب الى الله بباب كده محدش واخد باله منه، زي باب جبر الخواطر، زي باب صلة الارحام، زي باب ادخال السرور على الناس، زي ان انت تتدبر ايات القرآن. شوف لك كده كتاب تفسير مبسط او معاني كلمات، عارف الكلام ده هيبقى له اثر كويس اوي لما انت تتدبر المعاني وتفهمها كده. ده هيكون ليه اثر في خشوع وفي دمع العين وفي دمع القلب، مش مجرد ان انت تقرأ بس، لا، لانك فهمت مراد ربنا سبحانه وتعالى من القرآن او حاولت تفهم، فربنا سبحانه وتعالى هيوفقك لمعاني جميلة جدا تدعي ربنا بيها في هذه الليلة المباركة. واخر حاجة ودي مهمة جدا، اوعى تمنع نفسك من الخير ان انت تدعي للغير. عارف جزء من حياتنا اللي احنا مش واخدين بالنا ان احنا قد نوفق للدعاء او لإصابة خير لاننا تمنيناه لغيرنا. قد يستجيب الله دعائك لانك دعوت لغيرك معك، قد يعطيك الله لانك قد اعطيت غيرك. وخلي بالك لو انت محتاج حاجة من ربنا فابذلها لغيرك يعطيها الله لك اضعافا مضاعفة. والله يرحم مشايخنا كانوا دايما يقولوا لنا عبارة جميلة جدا، كانوا يقولوا لنا يا شباب من فتح يفتح له، من فتح للعباد يفتح له من قبل رب العباد. علشان كده ضع نصب عينك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كان في اثر مشايخنا كانوا يقولوا لنا كده عليه، وان كان للامان العلميه في مقال كبير قوي. كانوا يقولوا ان في عبد راح لسيدنا موسى وقال له يا موسى ادعي لي ربنا يرزقني ويغنيني. فسيدنا موسى دعا ربنا، فربنا قال له يعني شوف اسال العبد وهو به اعلم، عايز اول 40 سنه من حياتك او اخر 40 سنه؟ فقال له يعني زيه زي حالنا كلنا، حين النهارده وموتني بكره، خليني 40 سنه. المهم فسيدنا موسى دعاله فربنا اغناه 40 سنه. مرت ال40 سنه والراجل الخير متمرمغ فيه والدنيا مبقششه معاه ولم ينزع منه الخير. فسيدنا موسى استعجب قوي وسأل ربنا فقال له يا موسى ان حال عبدي هذا عجيب، كلما فتحت له بابا للرزق فتح لعبادي ابواب، فلما انقضت مهلته معي ومدته التي طلبها استحييت ان اغلق بابي في وجه عبد يفتح لعبادي. علشان كده لو فتحت
فتحت لعباد ربنا، ربنا هيفتح عليك وليك في الأيام المباركات دي. أسأل الله أن يفتح لنا وبنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يرضى عنا وأن يراضنا، اللهم آمين.